يا نهار ابيض، هو انت لسه قاعده نفس القعده يا بنتي؟ في ايه لا ده ما كله؟ تقلقيش، انا المره دي مش متضايقه خالص. انا المره دي مبسوطه جدا لاني سمعت كلامك واتفرجت على كل الحلقات اللي اتذاعت من برنامج اسال مي. طب ما ده حلو جدا. وعرفت كمان هي مين مي الليثي دي اصلا. لا لا بتهزري. طب انت عارفه بقى ان مي الليثي، عرفت حاجات كتيره حلوه قوي بجد. تخيلي بقى ان هي عامله مسابقه في رمضان في نفس البرنامج واو. بتاعها ده، ولسه ما اعلنتش عنها لحد دلوقتي. في الحلقه نفسها هتلاقي حروف انجليزي هتكون معانا كلمه. انت مثلا بتتفرجي على الحلقات هتلاقي الحروف دي، هتاخدي سكرين بجد انت هتخليني اركز جدا بعد كده اكتر واكتر، وهتجمعيهم لحد ما يبقوا كلمه كامله. الكلمه دي هتبقى متفرقه على ال 30 حلقه بال 30 سؤال، فانت وحظك بقى. يعني بنستفاد وهنشتغل كويس وهنفتح مشاريعنا وكمان هنكسب خامات. هتبعتيهم بقى في الاخر لمي بعد ما تكوني الكلمه كامله. تبي بوكس مليان خامات اعمال يدويه، مليان خامات هاند ميد عشان تبداي بيه. وكمان في توصيل محافظات، يعني الاوردر هيوصلك لحد البيت من غير ما تدفعي ولا جنيه. خلاص انا هشوف كل الحلقات وهاخد سكرين الحروف. مش عايزاه الاقيكي قاعده كده تاني. خلاص ممكن؟ خلاص انا هكمل الكلمه كلها وهبعتها على طول. شكرا ليكي وليها وليا.